هنا الباراثايرويد هرمون، وده هرمون بيتفرز من الباراثايرويد جلاند. يعني ايه؟ يعني هرمون جار الغده الدرقيه، وده بيكون بيتفرز من 4 نقط كده موجودين ورا الغده الدرقيه، زي ما احنا شايفين كده تحت على الشمال. ادي شكل الغده اهي، زي ما احنا شايفين فيها 4 نقط، ودول الغدد اللي بتفرز الهرمون ده. بيعمل ايه بقى الهرمون؟ بكل بساطه انت جسمك محتاج دلوقتي كالسيوم، وفي نقص في الكالسيوم في الدم، فالهرمون ده بيتفرز عشان يعمل ايه؟ عشان يروح يفرز كالسيوم من العظم، لان انت جسمك محتاج كالسيوم. ليه؟ عشان وظائف الكالسيوم تتم، انقباض العضلات، حركه الاكتين والميوسين جوه العضله عشان ما يحصلهاش كرامبات، عشان تعرف تعمل الوظائف الطبيعيه بتاعتها، وهكذا 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 في وظيفه العضلات للاعصاب وغيره. حلو. طب لو انت جسمك اوريدي فيه كالسيوم، وانت لسه واكل وجبه وشارب لبن، وجسمك عمال يدخل كالسيوم من الامعاء لمجرى الدم، فالكالسيوم عمال ايه؟ يزيد. فساعتها الغده دي بتوقف ان هي تفرز هرمون البي تي اتش عشان ما يسحبش كالسيوم من العظم. يبقى لو البي تي اتش اتفرز هيسحب لي كالسيوم من العظم، طب لو وقف هيوقف ان هو يسحب كالسيوم من العظم ان هو يدخله مجرى الدم.